أصدرت نقابة المهن الموسيقية المصرية قرارا بوقف تصريح عمل الفنان راغب علامة في مصر، وذلك بسبب أفعاله في حفله الأخير اللي عمله في الساحل الشمالي. وأوضحت نقابة المهن الموسيقية أسباب وقف الفنان راغب علامة، وهي أفعاله المشينة التي صدرت عنه خلال حفله الأخير في الساحل الشمالي، إذ انتشرت خلال الساعات والأيام الماضية عدد من مقاطع الفيديو التي ظهر فيها وهو يحتضن ويقبل معجباته بصورة وصفتها النقابة بأنها لا تمت لعادات وتقاليد مصر بأي صلة. وأضاف بيان نقيب الموسيقيين مصطفى كامل: تابعت على مدار يومان سلوكا مشينا يخالف كل العادات والتقاليد والقيم المجتمعية المصرية، ولم نعتاد عليها داخل وطننا سابقا، ولن نسمح بأن يتكرر على أرض أم كلثوم وعبد الوهاب وحليم وعظماء الفن العربي. مسارح مصر اعتلاها كبار فنانين مصر والعالم العربي العظماء فنا وقيمة، ولم تكن يوما ولن تكون مرتعا للقبلات والإيحاءات غير المنضبطة والأحضان التي تثير الاشمئزاز. وفي السياق نفسه كان أحيا الفنان راغب علامة حفلا مؤخرا في الساحل الشمالي، وعمل جدل كبير جدا بسبب عدد من مقاطع الفيديو الخاصة بالحفل وتصرفات راغب علامة مع معجباته في الحفل، مما أثار غضب عدد كبير جدا من الجمهور في مصر.